خلّونا نوضّح مثال بسيط للعالم الغربي اللي بيقول دايمًا إن الدين والأحكام والحدود بتاعته منتهى القسوة والشدة. لو في طفل صغير عاوز يلعب بالسكينة أو عاوز يلعب في الكهربا أو عاوز يلعب في أي حاجة ممكن تسبب له ضرر وأذى، عاوز يسبح في بحر مليان قروش، لمّا الأم هنا أو الأب يمنعوه من حاجة زي كده والطفل يحاول ويعيط، إحنا بمجرد بس إن إحنا بنعدّي فخلاص أنت إيه الطفل اللي بيعيط ده ما تعملوا له اللي هو عايزه يا جماعة، إيه الأم القاسية الشديدة دي اللي بتعنِّف الطفل ده، في حين إن هي مثلًا ممكن تكون بتمنعه من حاجة فيها ضرر عليه، 100% لو مسك السكينة هيتعور، 100% لو مسك الكهربا هيتكهرب أكتر وممكن يموت، 100% لو مسك النار هيتحرق، فهي حاجة فيها ضرر وفيها خطر جدًا عليه، فهنا حدود الأم ومنع الأم للطفل ده منتهى الرحمة بالطفل، بس الطفل في اللحظة دي منتهى الجهل بالحاجة دي إن هي مؤذية بالنسبة له، ولله المثل الأعلى، ربنا لمّا بيحط لنا حدود وبيمنعنا من إن إحنا ناخد الحاجة الغلط دي والحاجة الحرام دي عشان هي فيها ضرر لينا وللمجتمع ولكل حد حوالينا، وفيها ضرر لينا إحنا من جميع الجوانب، النفسي والصحي وكل حاجة. فإحنا بجهلنا بقى إحنا كإنسان الآفاق بتاعته لسه فعلًا محدودة وعلمه لا يتسع، بجهله بيتشعلق في الحاجة دي وعاوز يعملها وخلاص، لو ما فيش حدود وقواعد من اللي ربنا حطّها قد إيه المجتمع هيتدمر، وقد إيه المجتمع هيخرب، وقد إيه هيكون في فعلًا أذى قوي جدًا على الفرد وعلى المجتمع، فهنا منتهى الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى إنه يمنع عننا حاجة زي دي، أو يحط لنا قواعد وحدود، بل بالعكس منتهى النور اللي في الدنيا لمّا ربنا يخلّي لنا الحاجة دي نستعملها بمنتهى الوضوح والنور والزينة والفرح والسعادة، وكل البشر يبقوا محاضرين معانا الفرح بتاعنا والمناسبة بتاعتنا، فقد إيه الدين عاوزنا نعمل كل حاجة إحنا نِفْسنا فيها، بس بأكمل وجه وبأحسن صورة لينا ولكل المجتمع اللي حوالينا. دي سلسلة حلقات تفسير سورة النور بشكل مبسّط جدًا. أتمنى تشتركوا في القناة وتتابعوا كل الحلقات اللي جاية وتسمعوا الحلقات اللي فاتت. سلام عليكم.